ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده هنتكلم فيه ازاي نستخدم بودرة الاطفال كبديلة لللويس باودر الشفافة او كحماية للبشرة الدهنية من ان الفاونديشن يسيح او الميك اب يسيح منك فترة النهار. انا في الفيديو النهارده استخدمت باودر بيبي جونسون، بس انتي ممكن تستخدمي اي باودر موجودة عندك متوفرة عندك ممكن تستخدميها. يلا نشوف مع بعض ونتابع مع بعض الخطوات اللي استخدمنا بيها اللوز باودر، واتمنى الفيديو يعجبكم. يلا نشوف. اول خطوة انا جبت الباودر وفضيتها في علبة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هاخد بالسفنجة وهوزع الباودر على وشي كله بطريقة الطبطبة او بالمسح، مش هتفرق الطريقة زي ما انتم شايفين. او ممكن بدل ما استخدم السفنجة ممكن استخدم فرشة، وبرده بنفس الطريقة هحاول اضغط بالفرشة لجوه واوزعها وانفض وشي كويس جدا من الباودر عشان ما يبانش ان هو فيه اي حاجة او اي حاجة بيضة على بشرتي. وبعدين هجيب الكريم الاساس اللي مناسب لدرجة بشرتي او اغمق، وهبدأ احطه على بشرتي وبعدين هوزعه. بالنسبة للبودر يا بنات، مش شرط نستخدم نوع بودر معين، ممكن نستخدم اي نوع متوفر عندي، ممكن بيبي جونسون، ممكن 5 خمسات، في انواع تانية كتير قوي بس انا استخدمت بيبي جونسون. هوزع الفاونديشن بالطريقة دي زي ما انتم شايفين بالسبونج على وشي كله بطريقة الطبطبة. لازم بالطبطبة، مش هينفع امسح علشان ما امسحش الباودر اللي انا حطيتها. والطريقة دي يا بنات بتبقى للبشرة الدهنية، البنات اللي هم بيشتكوا ان الميك اب بيسيح او مش مناسب ليهم. تاني حاجة بعد ما حطيت الفاونديشن هوزع الباودر بطريقة الضغط على وشي بالفرشة او بالسبونج اللي متوفر عندنا هنشتغل بيه. هوزعها على وشي كله مكان ما حطيت الفاونديشن، يعني انا استخدمت الباودر مرتين، مرة قبل الفاونديشن ومرة بعد، وبعدين بنفضها من على وشي كله زي ما انتم شايفين. هحاول اخلي مفيش حاجة على وشي من الباودر. وبعدين الخطوة الثالثة هنجيب اللوز باودر اللي هي بتاعة الاطفال وهحطها تحت عيني، علشان لو هحط اي شادو فوق عيني لو وقع تحت العين وانا حاطه الميك اب ما يبوظليش البيز اللي انا عملته. بعد ما اخلص الفاونديشن وبعد ما هخلص كل حاجه بروح منفضاه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين، وبكده اللون هيطير اللي انا حطيته او اللون اللي وقع من الاي شادو كده خلاص طار. وبعدين هنفض وشي كده برضو. تالت حاجه هنجيب اللوز باودر هنحطها على الرموش عشان تدي كثافة لرموشنا، لو انا رموشي ضعيفة هتديني كثافة لرموشي. وهنكرر الموضوع دوت مرتين، هنحط مرة باودر ومرة ماسكارا، بعدين هنرجع نحط باودر تاني وبعدين ماسكارا، بتديني كثافة للرموش جامدة جدا زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. بعد ما حطيت اللوز باودر حطيت الماسكارا وخلصت. رابع حاجة وهي الروج. بعد ما هحط الروج هنشوف ازاي مع بعض هنخلي الروج مات. ليه طريقتين ببودرة الاطفال. اول طريقة ان انا ازاي اخليه مات وثابت في نفس الوقت. اول حاجة بحط الروج عادي، ومش شرط يكون نوع روج، حتى لو نوع روج دارك ستور اي روج مش ثابت ومش مات بنعمل معاه الطريقة دي. بعد ما حطيت الروج بجيب منديل واخدت طبقة رقيقة وحطيتها على الروج زي ما انتوا شايفين. جبت فرشة وحطيت فيها الباودر وضغطت على الروج لجوه، بعدين شلت المنديل بقى الروج مات زي ما انتم شايفين.
الخطوة التانية للروج المات، بعد ما حطيت الروج تاني زي ما انتم شايفين الروج لامع، بحط البودر على الروج بالطبطبة زي ما انتم شايفين. بحط طبقة كبيرة جدا من البودر على الروج بالطريقة دي، وبعدين هبدأ انضف البودر اللي انا حطيتها كلها من على شفايفي خالص، بحيث ان ما يبقاش فيه اي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكس وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير. باي باي.